طبيعي ومكان الاهلي ان هو يبقى التاني ورا الزمالك على طول، وما ينفعش ياخد مكانه في افريقيا، وما ينفعش ياخد مكانه في الكاس، وما ينفعش ياخد مكانه في منافسه الزمالك. اللي بيحصل ده يا جدعان مش طبيعي والله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله العظيم اللي بيحصل ده يا جدعان ما ينفع. بصوا كده على ترتيب الدوري، ما ينفعش خالص فريق مستجد بقاله حوالي 10 سنين وياخد مكان الاهلي بالمنظر ده يا جدعان. والله الموضوع ده مضايقني. هو انا ما بحبش الاهلي، ما بحبوش ياخد بطولات، ما بحبوش ينافسني، بس في الاول والاخر ده غريمي. ما ينفعش بيراميدز ياخد مكانه بالمنظر دوت. يعني ما ينفعش بيراميدز ياخد مكانه في جدول الدوري ويبقى التاني والاهلي التالت. طبيعي ومكان الاهلي ان هو يبقى التاني ورا الزمالك على طول، وما ينفعش ياخد مكانه في افريقيا، وما ينفعش ياخد مكانه في الكاس، وما ينفعش ياخد مكانه في منافسه الزمالك. اللي بيحصل ده يا جدعان مش طبيعي والله. يعني احنا متعودين طول عمرها اهلي وزمالك، يعني لكن بالمنظر دوت ده على كده بقى 4 5 سنين والاهلي ممكن ينزل درجه تانيه، ونقعد نقول كان في فريق اسمه الاهلي بيلعب في الدوري الممتاز وكان عنده بطولات وكان بينافس الزمالك. ما ينفعش، انا مش هقبلها. انا راجل زملكاوي بس ما هقبلهاش. فعايزين كلنا نتكاتف ونقف جنب بعض ونحل مشكله الاهلي، نشوف مشكلته ايه يا جدعان. ولو انه ما عندوش مشاكل، يعني عنده فلوس وعنده لعيبه وعنده مجلس اداره والناس كلها بتخدم عليه وبتساعده وبتسانده، بس مش عارف برضه عايزين نحل مشاكله. انا واحد من الناس زملكاوي بس ابقى زعلان. انا اتعودت ان هي اهلي وزمالك. انا احط على مين غير الاهلي؟ اكسب مين غير الاهلي؟ ما هي معروفه من ساعه ما الكوره اتعملت في مصر اهلي وزمالك. بيراميدز على راسي بس ما عندوش جماهير، فالموضوع هيبقى صعب. انا عايز اكسب الاهلي، انا عايز احط على الاهلي، عايز اخد منه بطولات. لكن لما الاهلي يبقى ثالث وممكن يبقى رابع والدنيا تبوظ كده ويلعب السنه الجايه كونفدراليه، انا هبقى متضايق برضه يا جدعان. لان في الاول والاخر ده الاهلي، ده غريمي. يعني لا بجد انا متضايق، واللي بيحصل ده ما ينفعش. ولازم نشوف حل نرجع بيه الاهلي لمكانه الطبيعي الثاني ورا الزمالك على طول. لكن الثالث والرابع ده ما يرضيش ربنا.